بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم ارحم أبي واغفر له واجعله من أهل الجنة يا رب. اللهم ارزق أبي الفردوس الأعلى في الجنة يا رب. اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة يا رب، ولا تجعله حفرة من حفر النار. السلام عليكم، صباح الخير ولا مساء الخير نتوما والوقت اللي راكم تشوفوه في هاد لا فيديو. نرحب بجميع المشتركات اللي دخلوا معايا جدد للقناة، نقول لهم مرحبا بكم، نورتوني وشرفتوا قناتي. اليوم رايحه نشارك معاكم روتين روعة روعة روعة، معمر بالوصفات والتدابير. نحب كي نشارك معاكم روتين نحبكم كامل كي تخرجوا منه تكونوا استفدتوا منه ولو بالقليل. هذه هي، ونبدا في الروتين نتاعنا بسم الله على بركة الله. واول حاجه نبدا بها في الصباح هو الا كان عندي شويه تاع حوايج يكونوا مسخين. هنايا كانوا عندي الحوايج تاع لينا، وكيفاش ندير انا؟ نربي شويه تاع صابون سيدو الخاص بالرضع، ام داروه جديد. عم بالكم الصابون هذا روعه روعه روعه، ينحي لكم لي طاش والريحه تاعو تهبل تهبل. هنا حطيت له الماء سخون ودوبت فيه هذاك الصابون، وجبت القش نتاعها اللي فيه لاطاش. هنايا كانوا لي تريك وطبو فيهم شويه تاع لاطاش، شويه تاع لي غرونيير فيهم تاني شويه تاع لاطاش، راكو تعرفوا لي بيبي. نحطهم واحد النص ساعه هكاك، ومن بعد نولي نحط لها القش نتاعها في لا ماشين لافي. انا دائما كل ما نجي نغسل الحوايج، اي حوايجه ميم تاعنا حنايا الكبار، ندير لهم ساعه صابون يكون ضد البقع، ومن بعد باش نحطهم في الماشينه يتغسلوا. هذه هي. وهنا كنت شريت ربطه تاع سلق برك، كنت رايحه نخبيها لينا. غسلتها مليح مليح عده مرات، وخليتها في الخل والماء واحد الساعه هكاك، ومن بعد وليت ليها زدت عاودت غسلتها الغسله الاخيره، وحطيته يقطر، خليوه يقطر من الماء. ودرك انا نجي هكا نحط شويه تاع كل مره كل ما نجي نطيب لها لا سوب نجبد لها من الكونجيلاتور. وعلى بالي رايحين يجيوني انتقادات، لكن كنت شرحت لكم في الفيديو الاولين، يعني مش كل يوم رايحين نروحو نشريو ربطه تاع السلق باش نطيبو بها اون سوب لوليداتنا، فهمتوني؟ ثم انا نشري هكا ربطه تاع قسمانه قسمه نطيب لها، وكل ما نجي نطيب لا سوب نجبد شويه ونحطها لها في لا سوب. يعني عادي جدا. انا البيدياتر اللي قال لي شري باغ اكزومبل ربطه تاع سلق، حطيها لها في الكونجيلاتور، وكل مره اجبدي لها وحطي لها كميه في لا سوب نتاعها. وهنا حبيت نوري لكم وش شريت يا البنات. هذا المنظم اللي كل مرة نقول نشريه وما شريتوش، شوفوا روعة روعة روعة. حطيت فيه كل مواد تنظيف، هز لي ما شاء الله. وشريت انا الصغيرة تاع 3 ايطاج برك، وشوفوا هز لي مواد تاع التنظيف كامل هزهم لي. وش نقول لكم؟ روعة. فيها الربط من تحت كي تجيو تجبدوه يجيكم ساهل باش تجبدوه. انا حطيته ورا اللافيسال. ما يحكمكمش خلاص البلاصه يا البنات، تقدروا تحطوه ورا الفريجيدار ولا اي بلاصه تحبوها. درك هنايا جبت هذا ايكو تاعي اللي مرفا نستعملو، روعه يا البنات. رحت مسحت به الكراسه تاع الكوزينه، كراسه تاع الكوزينه اللي راهم في حاله. واش نقول لكم؟ ما يبانوا لكم نضاف مسح راهم حالتهم حاله. انا يعني نديرهم 2 خطرات 3 في السمانه. هاكو تعرفوا اياد يمس بيدي، حنا تاني نمسو بيدينا مش غير الولاد. وهنا حبيت نشارك معاكم هادو لي بلوك يا البنات، اما همش صنع جزائري. شوفوا الماركه تاعهم جونسون، عم بالكم يهبلوا يهبلوا يهبلوا. هادو نحطوهم في لاشاس ضو. وش نقول لكم؟ روعه روعه روعه. وحبيت قبل ما نبدا نهضر لكم عليهم، هذا المنتوج راني نهضر لكم عليه موش اشهار. كي يكون اشهار راني نقول لكم اي حاجه نحطها لكم في القناه اعرفوا بلي شريتها بدراهمي. موش اشهار، انا اي حاجه تعجبني نجي نهضر عليها في القناه نشاركها معاكم باه كنتم تاني تستفادوا. شوفوا هنا نحيو لها غير هذاك الكارت لي من اللور، ونوليو نحطوها في لاشاس ضو لداخل ونخليوها خليوها. ومن بعد كي تجيو ديروا لاشاس راح يجيكم مم اللون تاع الماء اللي يهبط ازرق. ولا كيفات تاعكم دائما تقعد تشعل يا البنات، تشعل تشعل.
هو ما يديرش هذيك الريحه، بصح لا كيفات تاعكم تطلع تشعل. انا كنت نستعمل كيما هادو وهما تاع استيك، تاع لا مارك ستيك، ما يحكموليش بزاف. لكن هذه عندكم البلوك الوحده تحكم لي واحد الشهر ونص هكاك ويهبلوا. هنا ثاني حبيت نشارككم تاني بالنشافة اللي دايما نسيق بها. هذه خرج جديدة تاع ميدينات، يعني كنت نشري كيما هذه ميدينات، لكن تاع الخطرة هذه خشان وينشفوا لكم بواحد الطريقة ما تقدروش تيماجينيو. هما شوية غاليين، يديروا 42 ألف، لكن ينشفوا روعة روعة روعة، يهبلوا. لو كان تلقاوهم على ضمانتي اشريوهم ويحكموا لكم مدة طويلة. هنايا رحت نجوز برك على الارض، كانت مسيقه نظيفه، ندير لها لاسبيراتور. هنا استعملت جل ماجيك ونستعمل شويه تاع امير، ورايحه يعني نمسح برك، يعني مايش تسيقه ولا نمسح الدنيا. هنايا للتحفيز برك، وحبيت اني نشارك معكم هاد التدابير. كاين ساعة على بالي ما يخرجوش بالك يوصيو الازواج نتاعهم على هادو، يعني جربوا وشوفوا. انا اي حاجه نشوفها نروح نشريها ونجربها. هنايا كنت درت صوص بيتزا ورايحه نخبيها ان شاء الله الى حيانا ربي لرمضان، اي ما تفسدش تقعد عام كامل ان شاء الله. اني نزيد نصور لكم، اني نزيد نخدم ونصور لكم الطريقه كيفاه. وهنا في واحد النهار نسيت، والله نسيت النهار هذاك، بالك بالجمعه كنت درت المحاجب، سخفت عليهم محاجب ساهلين. كنت تعرفوا العجينه ماء وملح، تعجنوهم مليح، تطلقوهم بالماء، تلوزوهم، تخليهم يريحوا. وهنايا درت شكشوكه عاديه، بصل وطماطم، وانا في الاخر نزيد نحط لها الدبشه اللي هي الحشيش. كان حبيتوا الوصفه بالتفصيل هاي في قناتي الاولى، مطبخ وتدابير ام اياد، كتبوا برك محاجب مطبخ وتدابير ام اياد تخرج لكم الوصفه بالتفصيل. واني نعاودها لكم في القناه هذه باذن الله، نديرها لكم ثاني بالتفصيل. هنا نحلوا العجينه، ندير عندكم المقاطع راحوا لي والله ما لقيتهم. هنايا طيبتهم، لا صحن تقديم لا والو. حنايا من الطاجين طول ناكلوهم سخان خليوهمش يبردوا، وشهيتكم في الجنه. وهنا تاني كنت درت ليزيسكالوب مع لا بيوري. هنايا درتهم كوجبه عشاء. بالنسبه للتتبيله تاع لي زيسكالوب، انايا نحط علبه تاع يوغورت ناتور، شويه تاع زيت الزيتون، ملح، فلفل اسود، موطارد، كركم، زنجبيل، توابل خاصه بالدجاج، توم بودره. نخلط كلش مع بعضاه ونحطوه واحد ساعه ساعتين ونخليوه في التتبيله. بالنسبه لابيغي انا هنايا باش نغليها، حط لها ورقه تاع الرند وفص نتاع الثوم. وهنا جبت لي زيسكالوب نقليهم. هنايا النار تكون دايما قويه في الاول، قويوا النار وحمروهم على الجهتين. الطريقه راهي سهله مهله. هنايا راني نشارك معكم برك باش تديو افكار اللي راهي حيره واش طيب. هاني نمدلكم افكار، سورتو في الروتينات نتاعي دائما نحب نمدلكم افكار تدابير. هذه هي نكمل نقليهم كامل. وهنا بالنسبه لابيغي انا خليت لها شويه تاع الماء، نحيت هذاك الفص تاع الثوم الورقه تاع الرند، حطيت ملعقتين تاع الحليب بودره والفرماج، ملعقه تاع زبده، ونديرها بالباتور. انا ما نديرهاش بالميكسور، ولا نحب نديرها بالباتور. في الاخر زدت لها شويه تاع فلفل الكحل، وهذا مكان وتجيكم روعه. ومن بعد التتبيله هذيك اللي بقات لي في الاناء، زدت لها شويه تاع الماء، حندير لها شويه تاع لاصوص، وليت في الاخير زدت حطيت لها هذوك الشرائح تاع الدجاج اللي كنت شويتهم. وهذا مكان ساهل ماهل، عشاء خفيف ظريف تعليه ليه، يعني ما يديش كامل منكم الوقت. وشهيتكم في الجنة حبيباتي. ودوك نزيدو نروحو لوصفة اخرى اللي رايحة نشارك فيها معكم طريقتي كيفاش ندير الجلبانة. انا جلبانة نديروها بيضة، نحبها بيضة ما نكذبش عليكم. شوفوا نديروها حمراء لكن بيضة
نموت عليها. حطيت شويه تاع زبده، شويه تاع زيت، شويه تاع اللحم. كانت عندي قطعه تاع لحم حطيتها برك باش نبنن بها. قليتها مليح مع البصل والتوابل، ملح، فلفل اسود. هذه الجلبانه كنت شللتها مليح مليح، حطيتها تقطر. هذه هي. وهنا من بعد ما تقلات لي مليح نجي هنا نمرقو. والسر تاع البنه تاع الماكله تاعكم كامل في التقليه. قليو مليح الدجاج نتاعكم ولا اللحم نتاعكم باش تجيكم الماكله بنينه. حنايا مرقتها شويه، غطيت ساعه اللحم طابت شويه، قفلت لاكوكوط عليها باه من بعد زدت الجلبانه ونزيد نقفل لاكوكوط. ولا كوكوط هذه كنت درت لكم عليها من قبل، هدرت لكم عليها عم بالكم تهبل طيب روعه. اللي تحب تشريها تروح الصفحه تاع انا شريتها من عند خالد الكتروميناجي. هايله 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 لا كوكوط هذه تاع الساب. درك نقفل عليها نخلي الجلبانه نتاعي طيب، وكي طيب نعاود نحل عليها ومن بعد نولي نحط القرنون كنت انا نقيته وغسلته ومن بعد نحطو يطيب. كيما تعرفوا القرنون يطيب ليه انا ما حبش نقفل عليه لا كوكوط سينو نلقاه الدقدق كامل. هذا ما كان نخليوها تجمر. وهذه هي الجلبانة في شكلها النهائي. درتها بالقرنون، شوية تاع قارص، شوية تاع معدنوس. شهيتكم في الجنة، تجي تهبل تجي ما شاء الله. هذه هي، وصلنا الى نهاية لا فيديو. نتمنى ان الروتين تاع اليوم يكون عجبكم. ما تنسونيش حبيباتي بجمل الفيديو. مع السلامة.